في الرد عليه؟ أنا أقول لك الأنبياء، احفظ هذه الجملة، هذا فلسفة العقيدة بشيء بسيط هيك بس بده فهم. الأنبياء لا يأتون بمحالات العقول. صح، ما في نبي الله يبعث بشيء يحيل العقل، مستحيل، كيف؟ لا لا، لكنهم أيضا يأتون بمحاراة العقول، بما تحير فيه العقول. عشان نبسطها أكثر، النبي يا إخواني يأتي بالمعقول الذي لا يستقل العقل بإثباته. إيش رأيك؟ هتقول كيف؟ أنا أقول لك كيف. يعني الآن مثلا وجود حياة برزخية بعد الموت، مثلا وجود جنة ونار، وجود ميزان وصراط إلى آخره، الوعد بحياة أبدية في الجنة أو في النار، كل هذه الأشياء أتت بها جملة وتفاصيل الأنبياء. وسؤالي، هل هي معقولة أو مستحيلة؟ وبتحدث حديثا منطقيا فلسفيا، مش حديث عوامها. يقول لي لا غير معقول، أنا عندي غير معقول. هذا كلام فارغ. بسألك كإنسان فيلسوف أو منطقي، هل هذه يحيلها العقل لذواتها أو يقول بإمكانها؟ قولا واحدا من أرسطو لآخر واحد فيلسوف يقول العقل بإمكانها. دائما أنا علمت هذا 100,000 مرة في دروسي. كيف نعرف أن هذا الشيء ممكن أو مستحيل؟ الممكن ببساطة كل ما لا يتعارض مع القوانين الرئيسة للفكر العقلي. مبدأ الهوية، مبدأ السببية، مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، مبدأ استحالة ارتفاع النقيضين، مبدأ الثالث المرفوع. هذا تفكير عقلي، هذا فلسفة ما فيه. كل العقلاء يقولون بهذا. فطبعا الإخبار عن جن وعن ملك وعن حور عين وعن جنة وعن نار والصراط وبرزخ وخلود، كل هذا معقول. لكن من يقول لي لولا الأنبياء كان إحنا حنستدل على هذا الشيء ونبرهنه ونثبته من غير نبوة؟ يستحيل. تعرفوا ليه؟ لأن هذا ليس خبرا عن مشهود، ولا هو من قضايا الفكر التحليلي كالرياضيات مثلا والهندسيات، الأبوستلز. لا، مش أبوستلز. مثلا إنه مثلا 2 زائد 2 بتساوي 4. تحليلية هذه، لأنه في الحقيقة 2 زائد 2 هي نفسها 4. أنت لم تأتي بجديد. هذا ليس تحليليا، صح؟ وليس خبرا عن محسوس مشهود. هو خبر عن ماذا؟ عن مغيب غير مشهود لا يمكن العقل أن يستقل بالقول فيه. لكن إذا عرض على العقل على أنه خبر من الصادق المصدق بمعجزة المبرهن نبوته ورسالته، العقل يحيل أو يقول بإمكانه قولا واحدا. هذا لم يفهمه الهنادكة. قال لك لا، ما هو النبي يبأتي بمعقول، إذا أتى بمعقول فالعقل مش صحيح. كذب هذا، مش صحيح. ولا مش صحيح؟ أبدا مش صحيح. غلطوا، ما فهموش كلامي هذا، مش فاهمينه. شيطان أضلهم، في إضلال، في تحريف في الديانات. وهذه ميزة الإسلام، متكامل بفضل الله، دقيق ومحفوظ الحمد لله رب العالمين. نرجع إلى عقيدتهم في